عندها يفتح لعبة؟ لا 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 10 دقايق هو ده ربع ساعة واحدة من أول الثاني ربنا وإلهنا ومخلصنا بابا يسوع المسيح. هنبتدي النهارده بالتمام بانوراما طريق الآلام، وهتبتدي من أول حد الشعلي. العمل السنة دي هيبقى عمل مختلف عن السنة اللي فاتت، لأن هيبقى فيه كتير من الأداء اللايف. حضراتكم هتشوفوا مشاهد متجسدة قدام حضراتكم. غير كده هنطلب من حضراتكم ونرجو تعاون جميعكم، تمام ان في حاجة هنفكها، حاجة هنفرزها، حاجة هنشيلها، حاجة هنقولها من الألحان والتسابيح. أسبوع الآلام يعد بحق جوهرة تاج حياة ربنا يسوع المسيح على الأرض. هنحاول بنعمة ربنا يسوع المسيح نتعايش مع حضراتكم النهاردة بكل أحداثه، بدءا من أحد الشعنين ونسير في الموكب بسرور، نهاية بالجحيم المختلف، نهاية بسبت النور. بنعمة ربنا يسوع المسيح قدامنا بالظبط 5 دقايق ونبتدي العرض بإذن الله. ويعني يفتك مشرفنا والآباء مشرفينا، وحضراتكم جميعا إن شاء الله نكون من النهاردة خارجين وللهدف مدركين وللمخدعين مدفوعين. مخدع الصلاة ومخدع الإفخارستيا في الهيكل، وهو ده الحقيقة الهدف وراء هذا العمل. وربنا يسوع المسيح يقدرنا ونحاول نوصل الهدف ده بطريقة ملموسة لحضراتكم جميعا. النهارده حد الشعانين، كل سنة وهم طيبين.
كلهم عسكريين اسرائيليين كبار وصغيرين. اللي يروحوا بدري دول المحظوظين. وده كله عشان العيد العظيم، عيد الدخول اورشليم. اللحن اللي حضراتكم سامعينه دلوقتي هو لحن الشعانين، لحن اوفتوجيمانس. الكتاب بيعلمنا وبيقول: والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يسبحون قائلين. وصلنا لابن داود وايضا لابن داود، وصلنا لملك اسرائيل وايضا لملك اسرائيل. وده اللحن اللي علمته لنا كنيستنا: الذين تقدموا والذين تبعوا. فلندخل سويا الى اورشليم. احنا شايلين الزعف ليه؟ وبنقول ان الحل مين؟ لصاحب العيد المسيح. صحيح. هو المسيح فين؟ صحيح المسيح فين؟ هو عبير حد الزعف فين المسيح؟ ليه ازاي الرب يسوع؟ ازاي يعني حد الزعف ما يكونش فيه المسيح؟ ازاي حد الزعف فين المسيح؟ بس انا فهمت المشكلة. ايه؟ الحمار. حمار؟ ايوه، الحمار لسه مربوط، لسه متقيد بالقيود. مش مهم اصلا الحمار. الرب محتاج اليه. ده حتة حمار ولا راح ولا جه. الرب محتاج اليه. ما بقاش الا الحمار كمان. مهما قلت عليه لسه الرب محتاج اليه. يا رب، إذا كنت وسط كل الملائكة الشربين والصرافين محتاج لحتة حمار، معقولة مش هتحتاجني أنا بكل ضعفي وخطيتي وغباوتي؟ أرجوك أنت قادر تبعتلي اللي يفكني من قيودي ويحررني من أسري عشان أقدر أنفذ السلطان منتظر. مربوط، متقيد، حمال كتيرة مكتفاني، شهوات، خطية، وهموم مغيباني، ساقية وأنا فيها دايرة للفهم. بس يسوع يبعت تلاميذه مخصوص ليا تفكني. أيوة، مخصوص جاي يفكني من كل حبايب. ولما الناس سألوا كان الرد عجيب، بيفكني لأنه محتاجني أنا غريب. رب الأرباب محتاجني ومستني يسمعني صوته، عاوز يحررني ويدخل بيا الملكوت. عايزني أشيله وسط الناس بيها دور علشان يشوفوه ويعرفوه، مش يعرفوني حمار مشهور. ولو في يوم فرشوا الأرض تحتيا أبقى عارف إن أكيد الكرامة دي مش ليا. على فكرة مش هتقدر لوحدك تفك الحمار وتجيبه لمسيحنا الأمين. دي عطية من ربنا، انك كخادم تفك قيود ولادك المخدومين. إنك كأب أو إنك كأم تفكوا قيود ولادكم وبناتكم البعيدة. إنك حتى تقدر تفك قيود نفسك العنيدة. دي موهبة محتاجة نعمة خاصة بصحيح. نعمة
من رب المجد يسوع المسيح. في موكب المسيح المنتصر نلاقي الكنيسة مليانة ناس مسبحين، ناس سبقوا على السما وناس لسه جايين. عشان كده بإرشاد ربنا الكنيسة ترسم لنا دورة الشعبين. العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين. كل دول قبلوا المسيح يملك عليهم وبيهتفوا معانا مغنيين. خلعوا قمصان كرامتهم وفرشوها بكل حب تحت رجليه. فالمسيح اداهم كرامة فوق كرامة وخلت اسمهم عبر السنين. أتصور حضراتكم حافظين اللحن ده، نصلي مع بعض. في الطريق فرشوا القمصان ومن الشجر قطعوا الأغصان وهم يصيحون باليوم. نبتدي الأسبوع لحظة بلحظة ورا خطوات الرب يسوع. بيت عنيا قرية صغيرة جنب أورشليم. الرب يسوع وتلاميذه اختاروا إن هم يباتوا فيها وسط ناسها البسيطة الطيبة. بيت عنيا كان فيها لعازر، كان فيها مريم ومرثا، كان فيها قلوب حبت المسيح وأمنت بيه بجد، قلوب ما تعرفش المكر والخداع والنفاق. الفرق كبير بين بيت عنيا وأورشليم. أورشليم المدينة العظيمة من بره، لكن من جوه شجر التين ورقها مزهزه فوق الأغصان، شكلها بيقول إن ثمارها تشبع أي جعان. مظهرها بينادي الناس عشان تقرب وتدوق أحلى ثمار. يوم الاثنين يلعن شجر التين، شكلها من بره تحفة، تشوفها فعلا تملى العين، إنما من جوه فاضية ما فيهاش ولا حتى بقرشين. زي مظاهر مالية حياتنا ما بقتش عارفة جاية منين، من أنانية، نقص محبة، من ذاتية، وبعد سنين تدبل لازم زي التين. أصل مفيش شجرة ماشية. يا ترى أنا شكلي حلو برضو؟ باجي الكنيسة كل يوم. بعرف أدي ربنا حقه كويس قوي وضميري مرتاح من ناحيتي. أهم حاجة راحة الضمير. بوستاتي على الفيسبوك مفيش زيها، وصوري الكل معجب بيها. هو ده الكلام. ما يدخلش بقي في الصيام غير البرجر الصيامي والكفتة الصيامي. طب يا ترى الثمر فين؟ ايه اللي رب المجد داقه منا لما جاع؟ ثمار. عندي ثمر محبة لكل الأنام، تطفيف قلوبنا فرح وسلام. عندي طول أنام، لطف، صلاح، إيمان. طب عندي ثمر وداع وتعفف كمان؟ للأسف لأ، عندي ورق التين اللي آدم وحواء اتغطوا بيه لما عرفوا إنهم عريانين. يا سيد اتركني هذه السنة أيضا. يا سيد اتركها هذه السنة أيضا. يا سيد اتركها هذه السنة أيضا. يا سيد اتركها هذه السنة أيضا. الفرصة لسه موجودة، السيد المسيح راجع هو على أورشليم من جديد، بس المرة دي رايح يطهر الهيكل. يلا نقوم بسرعة ونروح معاه. نروح نطهر هيكل قلبنا ونطرد كل الباعة اللي فيه عشان قلبنا يرجع بيت صلاة زي زمان. طب رأي الناس مش مهم، طب الظروف؟ ربنا يدبر. الموضوع مش سهل. إلهنا إله معجزات. القلب هيضعف في تاني. مواقف بنعيشها في حياتنا اليومية. طب خليها لبكرة. في منها بيت عنيا وفي منها أورشليم. مفيش غير دلوقتي. في منها عبادة حقيقية وفي للأسف مظهرية. يا رب وطهر هيكلي. لما نقول أشعر أن غيابي عن الخدمة بيقلل مستواها، قبل أن دي عبادة حقيقية ولا وتضيع مظهرية؟ أبديتي. مظهرية. لا تترك قلبي للرغبات لما أقول والشهوات أهتم والانفعالات بزملائي دون فيصبح انتظار مثل سؤال السوق أحد، دي يبيعون حقيقية ولا فيه مظهرية؟ ويشترون. حقيقية.
تعالى يا رب أتحدث أمام الناس عن المبادئ اللي بتبرع بيها. دي عبادة مظهرية. يأتي ملكوتك على كل لا الشعوب أبحث عن وفي كل الخدمات البلاد الظاهرة في الكنيسة. لتعرف دي عبادة حقيقية. وفي جميع لا زمن أنسب خلاص. الفضل لنفسي في أي نجاح في ابعد يا الخدمة. رب عني كل ما يعرقل حقيقية. ملكوتك داخلي. انتهر ابعد الأطفال عني لو تحدثوا الذاتية في القداس، التي بس أنا منعت مفيش ملكوتك عن رؤساء منع كهنة أتكلم في اليهود. الموبايل. مظهرية. والحرفية التي أبعدت الفريسيين عن ملكوتك. يسمعني الناس وأنا بقول وابعد الألحان عني وبنغمها علشان والغيرة يفتحوا صوتي. التي بسببها ابتعد الكتبة والشيوخ بأهل بيتي والرؤساء. من غير ما استنى كلمة شكر. حقيقي. أصلي من أجل الجميع حتى لو اختلفت معاهم. الهيكل مش حجارة ما فيهاش حياة. إحنا يا ترى عبادة كل حقيقية إنسان ولا هو مصدرية؟ البوصلة والاتجاه. إحنا بيت عنيا. لو جوايا حقيقي المسيح يبقى هو طوق النجاة. مظهرية العبادة ما يشبعش بيها بس، طول ما هي بس عادة وهدفها حب المديح، كل ده يدبل في لحظة ويظهر الوجه القبيح. يوم الثلاث في الهيكل وسط الجموع الكثيرة معلمنا يعلمنا تعاليمه الأخيرة. الترنيمة اللي جاية نفسي حضراتكم تحفظوها وتقولوها معانا عشان القرار نجمته ثابتة وراسخة في ودنا، لأنه لحن ثبتت يوم اللي اتربينا عليه يوم الثلاث. يوم الثلاث في الهيكل في اورشليم وسط الجموع ما فيها معلمنا يعلمنا يفهمنا تعليمه الأخيرة. يوم الثلاث في الهيكل في اورشليم وسط الجموع ما فيها معلمنا يعلمنا يفهمنا تعليمه الأخيرة. ربنا اداك عطية وزنة ليك من حوهدية، تاجر انت فيها واربح دي الرسالة ودي القضية. تاجر فيها من دلوقتي وقدم توبة عن اللي فات زي ما سيدنا علمنا. في الهيكل يوم الثلاث يوم الثلاث في الهيكل في اورشليم وسط الجموع ما فيها معلمنا يعلمنا يفهمنا تعليمه الأخيرة. يوم الثلاث في الهيكل في اورشليم وسط الجموع ما فيها معلمنا يعلمنا يفهمنا تعليمه الأخيرة. اوعى زد منك يضيع، ده العريس جاي يسارع. يلقى مصباحك منور عيش منورة للجميع. عايش بتخدم عايش بترحم عايش بترفع النهار زي ما سيدنا ورانا في الهيكل يوم الثلاث. يوم الثلاث في الهيكل في اورشليم وسط الجموع ما فيها معلمنا يعلمنا يفهمنا تعليمه الأخيرة. يوم الثلاث في الهيكل في اورشليم وسط الجموع ما فيها معلمنا يعلمنا يفهمنا تعليمه الأخيرة. الملك جهز والدته والميلاد في كل شارع، اقبلوا الفرح الحقيقي ده مسحنا جماله بارع. والوليمة دي جسده ودمه بتمنحك فيه الثبات. سيدنا أسس والمته بعد يومين من الثلاث. يوم الثلاث على وسيلة معلمنا يعلمنا يفهمنا تعليم معلمنا يعلمنا يفهمنا تعليم الأخيرة. يوم الثلاث ويرجع معلمنا على بيت عنيا بيت العلاء، وهناك مستنيانا أحداث يوم الأربعاء. اتفضل.
وشامين ريحة طيب ناردين كثير الثمن. وده من أجمل أحداث بيت عنيا يوم النهارده. بيت عنيا نشوف مسيحنا في اعتكاف. تيجي مريم واغلى طيب تسكب على رجليه اللطاف. يهوذا لما الموقف شاف قال لماذا ده الاتلاف؟ اصل كلامه الحلو اللين احمى من نصل الخطاف. وليلتها قبض 30 فضة مش جايبين تمن العيش حاف. هي بتسكب ذاتها في طيبها وهو بقلبه الخاين لاف. الاستجواب. اسمك؟ يهوذا الاسخريوطي. انتي مش بتساعدي اختك مارثا وقاعدة عند خدام ابن النجار؟ علشان ربوني علمني ان الحاجة الى واحد. انت كنت واحد من اتباع المسيح؟ صحيح، وكنت واحد من المقربين كمان. لماذا سكبت الطيب عند أقدامه؟ لو بإيدي كنت سكبت حياتي عشان. كنت بتسرق فلوس من الصندوق؟ هو أصلا ما كانش مهتم بتكوين ثروة، يعني مش فارق الصندوق مليان ولا فاضي. انت عارفة تمن الطيب المسكوب على رجلين ابن النجار كام؟ وانت عارف الرجلين دي هتدخلنا لفين؟ انت بتبرر السرقة؟ أبررها لإيه؟ ما صاحب الصندوق كان عارف إني بسرق. كونه ساكت وما تكلمش يبقى موافق على اللي أنا بعمله. تمنه 300 دينار، يعني أجل 300 عامل فقير مش لاقي ياكل. أنا قلت الحاجة إلى واحد، وال300 يعيشوهم يوم، لكن المعلم هيعيشهم للأبد. و30 الفضة دول برضو كانوا بموافقته ولا طمع منك؟ حضرتك أنا لو طمعان في فلوس كنت كملت معاه وفضلت ماسك الصندوق. ما هو محدش بيضيع أكل عيشه بإيده. أمال أنت خنته ليه؟ عشان ساحب الناس لسكة غلط. انت مصدقة إنه المسيح المنتظر؟ مصدقة إنه يسوعي وإلهي وحبيبي. كده كملت جريمة إتلاف وجريمة تجديف. الناس محتاجة تفوق من الروحانيات اللي لا هتودي ولا هتجيب. محتاجة تنزل لعالم الحقيقة. احنا في زمن ما يعترفش غير بالقوة. القوة اللي في كلامه وتعاليمه أعظم من أقوى جيش. شعارات كل ده هينهار في لحظة بمجرد القبض عليه. ساعتها هيبان مين القوي ومين الضعيف. عندك حق، هتعرف ساعتها مين القوي ومين الضعيف. تستمر الأحداث متصاعدة في التفكير إلى أن نصل ليوم الخميس الكبير، يوم خميس العهد. بس الحقيقة هنا بقى بيظهر قدامنا سؤال مهم. العيد قرب يا معلمنا الأمين. يا ترى يا معلم نجهز للعيد فين؟ سؤال سأله التلاميذ من 2000 سنة، ونفس السؤال بيطرح نفسه لينا في كل سنة. الكل بيعين، بس يسوع يا ترى هيروح لمين في العيد؟ مين اللي عنده علية مفروشة جاهزة لاستقبال إلهنا المجيد؟ ويلاقي العلية جاهزة ومفروشة ومستنية في بيت الشاب اللي كان شايل جرة مية. الشاب مرقس اللي الطيبة في قلبه مغروسة، واللي بعد كده هيجيلنا ويبشرنا. ماري مرقس
أسد المحروسة. العلية جاهزة للاستقبال، فاتحة بابها لأعظم ضيف عشان تستقبل التلاميذ ال12 داخلين مع معلمنا الوديع اللطيف. طب ويهوذا؟ داخل معاهم. يهوذا فين؟ قاعد وسطيهم وياهم. ازاي ينبوع البر مع رمز الخيانة المدسوس حمل الله مع مخالف الناموس؟ وتسبح كنيستنا بلحن له أجمل غنى. حمد الله اللي قدم نفسه ذبيحة مقبولة عنا. وتفتكر كنيستنا وهي بتلف في دورة بالمعكوس تفتكر يهوذا مخالف الناموس. تفتكر يهوذا وكلامه اللي كله لين، وهو أحمى من نصل السكاكين. وتفتكر في الآخر نصيب الحزين. تصلي كنيستنا إننا نكون مع ال11 تلميذ اللي كان ليهم نصيب مع السيد المسيح. 3 أحداث و3 طقوس. الإعداد للفصح هو ساعات البصرة. أما الحدث الثاني غسل الأرجل ما كانش شيء جديد، كانت عادة في الوقت ده موجودة. الضيوف لما كانوا يدخلوا من الطريق ورجليهم من المشي مطربة ومهدودة، كان بالأباريق يستقبلهم الخدامين يحلوا سيور أحذيتهم ويغسلوا الرجلين. بس المرة دي اللي غسل رجلين التلاميذ مش الخدم والعبيد، لأ ده المعلم والسيد، عشان يعلمهم ويعلمنا درس محتاجين نعيشه، مش نسمع عنه وعظات. درس محتاجين نعيشه مش نقول عليه تأملات. درس محتاجين نعيشه. أغسل رجليه ازاي؟ ده هينكر المسيح. أغسل رجليه ازاي؟ ده هيشك في قيامة المسيح. أغسل رجليه ازاي؟ ده هيخون المسيح. وحتى مش هيتوب، وهلاكه مصير الأشرار. وياما 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 أعذار بنخلقها لنفسنا عشان نبرر محبتنا الناقصة. بنخلقها لنفسنا عشان نبرر أغراضنا الخاصة. لو تعبنا من الأعذار وتعبنا من عفار الطريق، تعالوا نتقدم لرب المجد اللي قاعد مستنينا وفي ايده الابريق يغسلنا من تراب العالم اللي شوه صورة معموديتنا عشان يجهزنا لأعظم نعمة للغفران والأبديتنا. إذا كنا بجسد الرب ودمه في كل قداس متمتعين، يبقى بالأولى النهارده يكون القداس محور العيد اللي عليه العين. القداس اللي وقف 4 أيام بعد دخول المسيح أورشليم يوم الشعانين، تمام زي خروف الفصح اللي بيفضل تحت الحرص 4 أيام قبل ما نذبحه مستنيين. بس النهارده في حاجات كتير لسه مش هتتم غير بالصليب والصلح مع السمائيين. عشان كده القداس قصير من غير هتنيات ولا مجمع قديسين، قداس من غير صلاة صلح ولا ترحيم، لأن السماء لسه مش مفتوحة للمنتقلين. قداس بنفرح فيه بجسد ودم المسيح، بس قلبنا مقبوض من اللي هيحصل بعديه يوم الجمعة الحزين. طب ويهوذا فين؟ خاين هرب من وليمة الحب وراح يكمل مشوار الخطية، قفل قلبه وطلع في الضلمة بره، بس الضلمة اللي أكتر كانت جواه مستخبية. ساب المعلم
يكلم تلاميذه بأروع حديث يكشف فيه أسرار وأخبار. حديث بدأ من العلية والبستان جثماني يستمر الحوار. نرجع عشان نصلي. يوم خميس العهد في بستان جثماني ربنا يسوع المسيح اتعرض لآلام نفسية رهيبة لدرجة ان عرقه كان يتساقط كقطرات الدم، وده تفسير طبي لان الشعيرات الدموية انفجرت ونزلت مع العرق. تعالوا نصلي مع ربنا يسوع المسيح للآب السماوي مزمور بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفني فخا، تأملت عن يمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا، نجني من الذين يضطهدونني لأنهم اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي كي أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. في بستان جثماني معلمنا عدى 3 مرات على تلاميذه، وفي ال3 مرات لقاهم نايمين. عشان كده كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بتنظم يوم بالفعل صلاة الأجبية 3 خدمات في صلاة نصف الليل لل3 مرات اللي ربنا راح فيهم للتلاميذ ولقاهم هم نايمين وهو بيصلي والناس يا إما نايمين يا إما للأسف عليه متآمرين. متخيلين تقعدوا معايا؟ ايوه هو ده المكان. احنا بنسأل عن يسوع الناصري، جايين ناخد يسوع الناصري. أنا هو يا صاحب، لماذا جئت؟ السلام يا سيد. أبي قبل أن تسلم ابن الإنسان؟ رمز الحب بقى هو إشارة الخيانة؟ ما كانش في إشارة تانية تسلم بيها معلمك؟ خاين حتى في إشارة تسليمك؟ ما تبص لنفسك قبل ما تلومني. هو أنا بس اللي خاين؟ ما كلكم خاينين. أنت وأنت وأنتي كل يوم بتخونوه بفكركم، بتبيعوه بأرخص تمن، ويمكن كمان بتدفعوا عشان تبيعوه. لا، أنا لا يمكن أخونك يا معلم، لا يمكن أقبل إنك تتهان. بسيفي أنا بطرس وقوتي هدافع عن اسمك، محدش يقدر يهينك قدامي. اسمك بفضلي هيفضل مرفوع، واللي يهينك أهينه وأذيه كمان. رد سيفك، رد سيفك. عمر ما ربنا استنى منك دفاع زي ده. عمر ما اسم المسيح يتمجد بالشكل ده. اسم يسوع يتمجد لما نكون صورة منه، لما الناس يشوفوا فينا في كل يوم صفاته وملامحه، لما وصيته تكون سلاحنا، تبقى أقوى من أي سيف. رد سيفك وخلي بالك من شجاعة ملهاش أساس. بعد ساعة هتروح منك مع أول مواجهة مع الناس. عند بيت رئيس الكهنة كانت البرودة شديدة، زي القلوب الباردة العنيدة اللي رفضت عريسها لآخر لحظة. بطرس واقف وسط الخدم يتدفى، بس بعيد عن دفء ربنا الحقيقي. وتكون النتيجة
إنكار مهين 3 مرات، وقدام مين؟ شوية خدم كان لسه رافع سيفه عليهم في البستان. ده يهوذا رجع تاني كمان، رجع على خيانته ندمان، راجع من غلطته غضبان. مستحيل يكون ندم، ده راجل كان كل همه الفلوس، إنما بطرس كان فعلا بيحب معلمه. ده راح رمى الفلوس في وش رؤساء الكهنة وشهد قدامهم إن المسيح بريء، في حين إن بطرس خاف حتى يقول إنه من تلاميذه، خاف قدام جارية. ده حتى يوم ما ندم خرج يعيط بره بدل ما يرجع يشهد للمسيح قدام اللي أنكره قدامهم. يعني يهوذا لما ندم اتصرف بشجاعة أكتر من بطرس لما تاب، وعمل خطوات إيجابية أكتر. بس خلي بالك، الشيطان ممكن يسيبك تعمل أي حاجة إلا الرجوع لربنا. بطرس ما عملش حاجة غير إنه رجع لأبوه، لأنه اتعلم من معلمه مثل الابن الضال. يهوذا عمل حاجات كتير، حاول بنفسه يصلح الدنيا بس فشل لأنه مرجعش لحضن أبوه. احذر تكون توبتك يأس، احذر يكون ندمك بعيد عن حضن أبوك، وما يهمكش أي حاجة تانية. هو عايزك بالطين اللي عليك. هتلاقي الحلة الجديدة مستنياك. هتلاقي الحلة الجديدة مستنياك، وتبدأ المحاكمات. أحكي كل ذلك بصبر من أجلك أنت، حبا وسعي لتخلص من كل ظلم وهوى. أتقدر أن تنقض هيكل الله وتبنيه في 3 أيام؟ هل أنت المسيح ابن الله؟ أما كبير شائع ما يشهد به هؤلاء عليك. هو ملك اليهود. إحنا وجدنا هذا يفسد المأمون ويمنع أن تؤدى الجزية لقيصر. بحسب ناموسنا هو مستوجب الموت. أنت كنت بتضلل الناس تقول لهم إيه؟ ومين هم أتباعك؟ انت ما تعرفش ان عندي السلطان اطلقك او اطلبك؟ انت متهم انك بتقود فتنة ضد قيصر وبتحرض الناس انهم ما يدفعوش الجزية. ايه ردك بقى على الاتهامات دي؟ والآن يا نفسي بعدما رأيت كل ما تعرض له سيدك وخالقك الحبيب، هل اتخذت قرارك في أي موضع ستقفين؟ هل تقفين خلف مخلصك الذي وضع نفسه فداء لكل إنسان؟ أم ستجلسين على منصة القضاء لتحكمي عليه أن يدفع هو ثمن آثامك وجهلك منذ بدء الزمان؟ انت ليه اخدت مني ابني الوحيد؟ وانت ليه حرمتني يا اكون اب؟ انت سمحت بمرضي، هي دي محبتك ليا؟ اللي ماتوا في الزلازل والمجاعات دول ذنبهم ايه؟ بيلاطس البنطي من ولاية بنطس في آسيا الصغرى. كنت قائد الجيش الروماني في منطقة فلسطين، وحاليا حاكم أورشليم اليهودية، شديد الحزم شديد الشراسة في الدفاع عن سلطة روما وهيبتها. هيرودس أنتيباس حاكم الجليل، ابن هيرودس الكبير. أبويا هو اللي قتل أطفال بيت لحم، لكن أنا مش زي أبويا خالص، أنا راجل بتاع ربنا. بأمارة إيه؟ ده أنت قطعت راس يوحنا المعمدان عشان رأسه عجبتك. دي كانت لحظة طيش. أنا إنسان ضعيف وربنا بيسامح. أنا من جوايا في بيني وبين ربنا عمار. يا راجل ده أنا اللي مش يهودي عايش عيشة محترم أكتر منك. ربنا ملوش دعوة بالكلام ده، ربنا يهمه الإيمان بتاعي. إيمان؟ هو فين الإيمان ده؟ معذور، أصلك كويس إني ما تعرفش ربنا، لكن أنا أول ما سمعت عن معجزات يسوع قلت لازم أشوفه. ما عندكوش أنتوا معجزات عشان وثنيين، لكن إحنا عندنا معجزات عشان بربنا مؤمنين. وعملت إيه بإيمانك يعني؟ هو ربنا هو اللي بيعمل، مش إحنا. بيعمل إيه؟ بيعمل معجزات. الإنسان المؤمن مننا لازم يشوف معجزات، يسمع معجزات، يقرأ كتب معجزات، يسمع عن معجزة من هنا اهو يروح يشوفها، معجزة هناك يروح يتفرج عليها. هي دي الحياة مع ربنا. طب ويسوع الناصري؟ يسوع الناصري؟ لا 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 لا، ده مش تبع ربنا. ربنا بتاعي بتاع معجزات وبس، لكن واحد يتهان ويتذل
ده مش ربنا بتاعي، انا بقى ربنا بتاعي هو الحق. دايما ادور على الحق والعدل وحارب الظلم والقهر. حق ايه اذا كان انت اللي خليتهم يسلبوه؟ لا، انا اعلنت رايي كذا مره بكل صراحه انه بريء، وكمان حاولت افرج عنه بمناسبه العيد. ده انا حتى حكمت عليه بالجلد وقلت يمكن يكتفوا بيه، وكل ده ما حوقش فيهم، فغسلت ايدي من جريمتهم وتبرأت منهم. العبرة بالنتيجة في الآخر. سلمته ليهم يموتوه، وكمان زودت عقوبته لما حكمت عليه بالجلد بسبب أفكارك النيرة. أنا عملت اللي أقدر عليه ورفضت أشاركه، عشان كده ضميري مرتاح. وأنا اديته فرصة يثبت نفسه بمعجزة، ما عملش معجزة فرجعته لك، وأنا كمان ضميري مرتاح. أنا اللي ضميري عمره ما هيرتاح. أنا باراباس ضميري عمره ما هيرتاح. هو عمل إيه عشان يتصلب؟ ده هو قدوس وفي كل شيء طاهر، وأنا اللي حياتي كلها شر بالآخر. هو الخطية ما عملهاش، وأنا مفيش خطية ما عملتهاش. يوم هو يتصلب على رمز العار ونخرج حر من الأحرار. اللي جرى إيه؟ وبيكرهوه ليه؟ ده عاش منا يشفي ويوهب الغفران، كان رجل الكسيح وأب لليتيم وعين للعميان. ما كانش هو اللي لازم يتصلب، كان لازم اتصلب مكانه. أنا اللي راح للحية برجليه وروى من سمها وكتابها. كل ضربة كرباج كانت عشان ضهري أنا، كل إهانة دي كانت مفروض ليا أنا. أنت أخدت حياتي بعرها وخزيانها، واديتني حياتك الطاهرة اللي مفيش زيها. نفسي أعيش من النهاردة مش عشان باراباس، لكن عشان الإله اللي مات قبل ما يوهبني الخلاص. نفسي أعيش مش عشان باراباس، عشان الإله درب الصليب ليس مجرد شارع في القدس العتيقة، هو كل شاب ضائع، وكل أم صابرة، وكل مريض مهمل من أقرب الناس إليه. إنه درب طويل ما أكثر ساكنوه. في هذا الدرب صار المسيح يحمل على كتفه هؤلاء جميعا. عايشهم وشاركهم، مد لهم يده وفتح لهم حضنه، حتى شاء وهو المحب أن يتذوق عذاب من أحبه ويشرب كأس آلامهم حتى الموت. على إثر خطواته صار كثيرون رفضوا أن يعيشوا لأنفسهم، بل للذي مات لأجلهم، وقام حملوا على أكتافهم صليب المسيح، مقتدين بسمعان القيرواني، مسحوا وجوه التعالى زي مين؟ مقتدين بفيرونيكا صاحبة المنديل، أو سكبوا دموع محبته زي مين؟ وصلواته مثل نساء أورشليم. الجميع مدعو للسير في درب الصليب، الجميع مدعو، وطوبى لمن يستجيب، طوبى لمن يستجيب، طوبى لمن يستجيب.
نظر إلى حية النحاس يحيى. أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. إن سلكت في وسط ظلال الموت فلا أخاف شرا. فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم، لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. قدوس الله الذي من أجلنا صار إنسانا بغير استحالة وهو الإله. قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول، جعلوا مسامير في جسدي، فلا تهملني يا ربي وإلهي. ثقبوا يداي ورجلاي، أحصوا كل عظامي، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. من أجل أن الصليب كان أفظع وجوه الموت وأقصى غاية المعاقبين، لذلك احتمل السيد المسيح الصليب طوعا. هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة. يا ترى هنسمع صوت مين دلوقتي؟ انت بتحبهم عليه؟
لا بجد بتحبهم على ايه؟ انت خلقتهم ليه اصلا؟ ما انت عندك ملايكه ما يتعدوش، كل ملاك فيهم ضفر برقبتهم كلهم. طب انت خلقتهم وهم رفضوك وسمعوا كلامي انا وقالوا لك لا في وشك، عايز ايه تاني؟ اذا كان انبيائك قتلوهم تقوم تجيلهم بنفسك؟ دول ما سابولكش غير زريبه عشان تتولد فيها، ما كانوش بيجوا وراك غير عشان تعمل لهم معجزه ولا تشفي لهم عيان، يعني بيستنفعوا منك مش حابينك. انت لسه بتحبهم؟ فين كرامتك؟ للدرجه دي ضعيف قدام حبك ليهم؟ طب هتحبهم لحد فين؟ لحد الموت؟ لا لا لا، مش للدرجه دي. لا انت اكيد مش ربنا. هانت كلها شويه وتفارق الحياه، وساعتها هتشرفني في مملكتي في الجحيم. بعد الخل والمرارة والإفسنتين وسيدنا على الصليب في مشهد مهيب وحزين، يجي وقت الطيب والعطر والمردين، يجي يا سادة وقت التكفين. بس مين اللي هيكفنه؟ مين هيجيله الجرأة يكفن واحد محصى على الأشرار؟ مين هيكفن واحد ميت طريقة موته صليب العار؟ زي ما ربنا رتب يوسف زمان عشان ينقذ مصر من الجوع، ورتب يوسف من قريب عشان يخدم سر التجسد بخضوع، رتب يوسف النهارده يطيب ويكفر جسد الرب يسوع. يعني ايه؟ القصه انتهت في الجحيم؟ القصه انتهت في
طيبين. اللي حضراتكم شفتوه كان تابلو الفينالي، عذرا طبعا العطل الفني اللي حصل في النص في السماعات والنور اللي منور بدري، بس الهدف من وراء العمل كله هو اللي اتقال دلوقتي في هذه الابيات. اللي كانوا مسبيين لا ما كانوش منسيين، اهم في ايده ممسوكين، وياه عالسما طالعين. مهما كانت خطاياك وجحيمك ساكن جواك، أبوك على المذبح هناك وفي مخدعك بيستناك. ما تقولش فات وقت الدياب، ولا فيش في الجحيم مين تاب. محبوس في خطايا أحباب، حواليها متاريس وبواب. دي الأبواب النحاس قدامه انفجرت، والمتاريس الحديد قدام هبته اتكسرت. الجحيم اتهزت هبته، ما بقاش هو. متاريس جحيمنا اتكسرت، وفتح لنا ابواب سماء. كل سنه وحضراتكم طيبين، ولو ننفع ناخد صوره كلنا مع سيدنا يبقى يا ريت. اتفضل يا سيدي. الجحيم اللي منور. تعالوا يا شباب تعالوا. تيم المسرح الاسود اللي بقى معانا. يفتح يطلع فوق الميكروفون مش شغال. المايك مش شغال، بس لو يشتغل والسماعه تشتغل يبقى مينا الميكروفون هي مجهود ضخم جدا 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 وفني جدا، في فكرة وفي رؤية. مجهود ضخم من كل الشباب صراحة، كتر خيركم ومؤثر. يعني مش بس حاجة فنية، لكن احنا حسينا بالمشاعر يعني. شكرا لكل من تعب، شكرا للآباء اللي هم ساندوهم وشجعوهم، شكرا لكل من ساهم بأي فكرة أو بمجهود أو بوقت. أنا عارف إن أنتوا حاليا معظمكم شباب جامعة عندكم الترم، ومع ذلك قضيتوا وقت كتير في تجهيز المكان ده، وفي نفس الوقت بتقدموا عروض. كم عرض في اليوم؟ 5 يا سيدي. مجهود ضخم فعلا يعني. كتر خيركم، ربنا يكافئكم عن كل تعبكم، ودي حاجة فخر للكنيسة القبطية. أرجو إن أنتوا تصوروها تصوير بروفيشنال، وتبقى حاجة متشالة في الكنيسة للمجهود بتاعكم الجميل ده. شكرا لكم. يا جماعه يلا يا بطرس، يلا خش يا ولاد، خش يا بنات. اللي يقعد تحت سيدنا كده، اللي مش لاقي مكان. يلا يا فيلو. مين هيصور؟ مين اللي هيصور؟ انا الحته بتاعت ريدو سوبرانوس كانت جيده جدا وزياده في السيناريو التاليف بتاعها، وهم نفسهم ادوها بطريقه منتهى الفخامه بتاعت الملوك، وفي نفس الوقت الغش بتاع الانسان ان هو بيخدع نفسه ان هو انا بريء، انا ما عملتش حاجه، وكل واحد بيظن نفسه ان هو. اللي الف المشهد ده تحديدا البيشوي القمص يوحنا حبيب، هو مش موجود معانا دلوقتي، بس يعني دي فعلا لا بيشوي عميق جدا الحقيقه في المشاهد اللي كتبها. هم ادوها باداء ملوك. احنا اللي بنشكر سيدنا على تشجيعه ليكم، دايما سيدنا مشجع. يوم مرهق جدا ويقعد لغايه دلوقتي معانا. احنا بنشكر سيدنا الليل ويا
Patrique, Ioke, Arium Pneumatike, Nikaike, Soseon Aston Eonon Amin, Tenoshe Volengo Moshe Obenchois, Isos Bechrestos, Vieta Veneste Vinerie, Gonemene, Gonemene, Gorshain, Tefsoten, Genen, Novi, Sotim Mono, Nainan, Kyrie, Charis, Moises, Timet, Ovi, Timet, Shisa, Timet, Hello, Jacob, Binogen, Ahin, Temaso, Salavi, Katit, Sod, Bente, David, Lisofia, Ente, Sodom, Viebnev, Man, Baklitum, Vietav, Igeni, Apostolos, Shoisaf, Areheb, On, Chreb, Tao, Erat, Fembeniot, Tayot, Arche, Efse, Papa, Avata, Vadros, Nempeniot, Episcopos, Ava, Rafael, Titet, Vev, Etagrohishen, no, Thronos, Ranishen, Rombinem, Anseyo, Eneri, Nikon, Tetfevio, Eno, Gajitiro, Sapesit, Eno, Shalav, Genkolem, Tobe, Christos, Eriegon, Tefkan, Novinane, Volchen, Ohirin, Katabef, Neshtin, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Flogison, Amin, Esmoerois, Simetania, Koni, Evol, Biesmo. Christos Benuti. Amin Eseshobi. يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة للأمين. جعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وقدسنا يسوع المسيح، شركة وموهبة عظيمة القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. خد يا سيد اخرتك كمان من وانت في رابعه اي مكان بس امتحانك معايا محفظتك عشان ليه دلوقتي لسه خلصت الجيش تعمل مكياج؟ لا ده اكيد مش مكياج يعني مش واحد باخدك لا ده كويس جدا يقفل ويعمل ده يا بوحدة شكلك خلاص يا سيدي عبناك عبناك باركتنا. سلام الخيمة. سلام صلوا بالسلامة. سلام يا سيدي. سلام يا زميلي. عيش يا ابونا.